يعني بالكاد نوفي هذا الموضوع حقه. برأينا المتواضع أقوى نقطة في مذهب الشيعة هو حديث الغدير، لأنه من جهة موجود في كتبنا، بكل كتبنا، البخاري ومسلم، كله متواتر يعني لا شك فيه ولا ريب، ومن جهة ألفاظه يعني إذا جاز التعبير محرجة، لأن يظهر وكأنه فعلا بيعة لسيدنا علي بكل تفاصيله. ما هو حديث الغدير؟ الغدير اسمه غدير خم، أكيد فضيلة الشيخ أحمد حكيكم يوم من الأيام عليه، بس نحن بنرجع بنقول من زوايا تاني من خلال التجربة اللي عشناها. حديث غدير خم، الرسول صلى الله عليه وسلم في انصرافه من حجة الوداع وصل إلى مفترق طريق في مكان في غدير مي اسمه خم، والناس بدأت تتفرق يمين ويسار، يعني راجعين في 100,000 صحابي مفروض، خلينا نقول اللي اجتمعوا حوالي 10,000. وقف الرسول صلى الله عليه وسلم وأمسك سيدنا علي بإيده وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، فهذا علي مولاه، اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه. في لفظة أظن مش متفق عليها: واجعل الحق يدور معه حيث دار أو كذا. هاي اللفظة مش متفق على روايتها بين السنة والشيعة، بس اللهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه، يعني متواترة بالحد الأدنى صحتها، إذا ما أذكر إذا كان تعتبر متواترة بالمعنى بالحد الأدنى مستفيض، يعني حديث صحيح لا ينكره أحد من علمائنا على الإطلاق. فقوته أنه بعد حجة الوداع اللي من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بحوالي بأشهر 18 شهر تقريبا توفي، يعني كأنه وداع، اسمه حجة الوداع، وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا وكذا. بعدين الموضوع الخطبة لم يكن فيها إلا هذا الموضوع، مش مرق على مواضيع وقال لهم هذا علي مولاه بس، ورجع الناس وكذا، فبيظهر كأنه وصية لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عمر رضوان الله عليه اجا وهناه لسيدنا علي وقال: بخ بخ يا علي، أصبحت ولي وولي كل مؤمن. بخ بخ، بتصور أنا هي نفس اللفظة اللي بنستعملها نحن لما بيعجبنا شيء. هلا بطلت مستعملة يمكن هلا، بس كانت بدنا نستعملها لما تشوف شغلة حلوة سيارة بش بش، هي نفسها، بس هذه بالعامة هذيك بالفصحى. بخ بخ، قال له: بخ بخ يا علي، أصبحت ولي ولي كل مؤمن. هذا الحديث كمان بهذا اللقاء قلت لكم كان الشيخ نعيم موجود، قلت لهم: يا أخي الكريم، إذا قطعناه هيك من التاريخ وحطيناه وحده هيك، بنقول يا إخوان خلاص هول الشيعة معهم حق، خلينا نعمل شيعة وخلاص. الرسول وصى بخلافة علي والصحابة استغفر الله يعني زعبروا وكذا، طيب. بس هذا مش الدليل الوحيد يا إخواننا في الإسلام. طب ما في أحاديث كتير وفي كذا، هلا بنشوف يعني كيف. بس هذه يعني فعلا إذا بتقتطعها من التاريخ المفروض أنك يعني تعاملها باحترام بالحد الأدنى، لأنه صحتها كبيرة، ولأنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيها مفرد لهذا الموضوع. هلا بيضيفوا لها 3-4 آيات كريمة قوة دلالتها أقل، وهي اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم، ولم تفعلوا بالله. 3 آيات إذا بدك إضافة لهذه، وكلها من سورة المائدة، وسورة المائدة من آخر ما نزل. بأول بالآية 3 أو 4 اللي هي جزء من الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآية طويلة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ما فيها شيء يدل على الخلافة والولاية، بس هن بيفسروها
انه هذه اتمام الدين بانه ولى علي، اجت هالايه بعد غدير خم، وبالتالي اكتمل الدين بولايه علي. بالتالي دليل مش قوي كتير، خاصه سياق الايه ما بدل ابدا على ان في الا بالولايه. بس اللي بنص السوره حوالي الايه 50 اقوى، اللي هي الحكي عن الولايه. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم الى اخره، انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. من هون اجت كلمه حزب الله. الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. سيدنا علي، وهذا اظن موجود بعض كتبنا، بس الحقيقه لم اتابع الحديث الان، نسيت انه قلت بدي راجع مين اللي من المفسرين فسرها، وموجود مش ضروري كلهم بس اكيد موجود. بعض علمائنا بيقولوا انه سيدنا علي كان يلبس خاتما مرجا في اصبعه واسع، هو راكع بالمسجد، اجى فقير يدعو يعني يطلب حسنه، فهو راكع سقط له الخاتم من اصبعه واخذه ويبيعه يعني ويستفيد منه. فاذا وليكم الله ورسوله الذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون علي. اتصور هو لما بلغ ما انزل اليك من ربك، لانه لازم تبلغ، فبلغ انه علي مولاه كذا كذا. هول الثلاث ايات فيما اذكر الان، او 3 مواضع يعني من القران، وكلها في سوره المائده الان. بجوز كنا ناسي غيرها، بس الحقيقه مع احترامنا لاهميتها ما بتعطي نفس دليل حديث غدير خم اللي كتير يعني ملفت ولافت. يعني مش قليل انك توقف انت مثل ان الرسول يوقف يحكي كلمه في موضوع واحد وهو على ابواب ارتحال الى رفيق الاعلى. طيب، ما ردنا نحن؟ هل مثل ما قلنا ليس الدليل الوحيد، بس لا شك انه دليل محترم.